بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد، اليوم إخوتي في الله سوف نتكلم عن عشبة مهمة جدا، ألا وهي الزريقة، أو ما تسمى الزريكة، أو ما تسمى أيضا عشبة تاسلغة. وهذا الاسم الشائع كثيرا، اسم تاسلغة الشائع في حوض البحر الأبيض المتوسط، كان يذكر في الكتب القديمة والكتب الحديثة أيضا. عشبة الزريقة لها فائدة عظيمة جدا بالنسبة لعلاج المغص الشديد. علاجها طيب بنسبة 90% لمشاكل المغص الشديد والقولون وانتفاخ البطن إلى غير ذلك، مما يجعلها مؤهلة لدفع دفع مرض أو علة الاكتئاب، مشاكل الوسواس إلى غير ذلك، لما يسببه القولون من مشاكل من هذا النوع. إذا استخدمنا هذه العشبة مرتين في اليوم، ملعقة صغيرة في كأس ماء ساخن وتترك لتبرد، تغطى وتترك لتبرد، وتحلى بملعقة صغيرة من العسل، وتشرب قلنا مرتين في اليوم بعد الغداء والعشاء، فبإذن الله نجد فيها النفع العظيم لهذه العلة. وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. لاستفساراتكم إخوتي في الله اتركوا لنا تعليق لإجابتكم على ما تريدون السؤال عنه. وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم.